أهلا بكم إلى فقرتنا الصحفية مشاهدينا، نبدأها اليوم من السعودية، حيث ما زالت الصحف مهتمة بأخبار موسم الحج رغم انتهائه تقريبا. البداية من صحيفة الشرق التي سلطت الضوء اليوم على مشروع سعودي بريطاني لتدوير نفايات الحج. المشروع المشترك نفذ بين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وجامعة ليدز في المملكة المتحدة، ويهدف إلى توعية الحجاج بأهمية المحافظة على نظافة المشاعر المقدسة، وبعد تطبيقه أي تدوير النفايات البلاستيكية في مشعر منى خلال 4 أيام من حج العام الماضي تم جمع 3 ملايين ريال، فيما إذا أضيف الزجاج والكرتون والمواد الغذائية فستصل عائدته إلى نحو 20 مليون ريال. الصحيفة جاء في عناوينها أيضا 3 مليارات و400 مليون ريال مشتريات الحجاج هذا الموسم، 80% تستحوذ عليها البضائع المستوردة. ننتقل إلى صحيفة المدينة التي بدورها تناولت تأكيدات قياديين في الحج، فرض غرامات وبوابات إلكترونية وإقامات ممغنطة لوقف تسرب الحجاج. كما نقلت الصحيفة نفي مدير العلاقات الحكومية وإدارة الأمن والسلامة في الشركة المشغلة لقطار المشاعر لتعطل القطار، مبررا تأخر الرحلات بالزحام. صحيفة الاقتصادية مشاهدينا من جهتها ذكرت أن ساهر لم يتمكن من رصد المخالفين في موسم الحج، وعنونت الخبر نظرا لتكدس السيارات وصعوبة ارتكاب المخالفات أو حتى تصويرها، ساهر مكة يفقد قدرته على رصد المخالفين في الحج. الصحيفة تحدثت في موضوع آخر إلى غرفة عمليات المرور، وكشفت لها أن أمطار الرياض ترفع البلاغات إلى 3 كل دقيقة. وأوضحت غرفة المرور أنها استقبلت في الساعات ال3 الأولى الأحد الماضي نحو 450 بلاغا في أقل من 3 ساعات. من الصحف البحرينية صحيفة أخبار الخليج نقلت تحذيرات صندوق النقد الدولي بأن على دول الخليج خفض الإنفاق الحكومي وإلا. وفي الخبر البحرين 4 عربيا و42 عالميا في مجال أنشطة الأعمال. طلب صندوق النقد هذا جاء من الدول المصدرة للنفط لخفض نمو إنفاقها الحكومي لدعم استقرار ميزانيتها، وأوضح أن الفائض المجمع لديها يمكن أن يتحول عجزا عام 2017. صحيفة عالم اليوم الكويتية مشاهدينا نقلت وصول حجاج بيت الله إلى الكويت، وتصدرت صفحتها هذه الصورة وذكرت أن نحو 7000 حاج وصلوا أمس، وأن الزحام الشديد يغلق الطرق المؤدية إلى المطار. ننتقل إلى صحيفة الكويتية. إذن صحيفة الكويتية مشاهدينا جاء في عناوينها خبر يقول إن الأغذية العضوية ليست ضرورية. ووفقا لموقع USA Today فقد ذكر باحثون أن الأغذية العضوية ليست أكثر أمانا أو فائدة من الأغذية العادية ولا يحتاجها الأطفال بالضرورة، فيما ذكرت من جهتها جمعية أطباء الأطفال الأمريكية أنه لم تصدر تأكيدات بأن الأغذية العضوية تجعل الصحة أفضل، وأنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن دماغ الأطفال يتأثر في مرحلة النمو بالمبيدات الكيميائية. مع هذا الخبر أودعكم وألتقيكم في الغد مع جولة جديدة.